اهلا بحضراتكم مره تانية. شهر مارس بتحل علينا ذكرى رحيل الفنان وامبراطور السينما المصريه الفنان العظيم الراحل احمد زكي، اللي ليه تاريخ ثري جدا وفيه زخم فني كبير جدا جدا جدا. يمكن زي ما كنت بقول لحضراتكم في البدايه انه في فنانين كتير من الفنانين الشباب دلوقتي اللي اتعامل معاه او اللي كان ليه حظ انه مثل معاه مثلا ادوار او مشاهد معينه، مفيش حد فيهم قابل الفنان احمد زكي الله يرحمه الا واتاثر بيه بشكل ايجابي وبشكل كبير جدا، حتى التاثر الانساني. احمد زكي كان ليه مدرسه خاصه وطبيعه خاصه، بسمار لون بشرته يمكن كان بيأدي كل الادوار اللي بتعرض عليه او اللي قدمها لنا وشفناها بذكاء فني كبير جدا، ويعني بمهنيه وحرفيه بشكل كبير، من اول البيه البواب وحتى في المسرحيات. يمكن عدد المسرحيات كان قليل قوي قوي، لكن الادوار اللي طلع فيها في المسرح ادوار مؤثره ولحد دلوقتي فاكرين. خلوني ارحب بضيفتي الكريمه المشرفانه منار اشرف. اهلا بيكي، نورتينا. تحيه طبعا جريد الفجر. رحيل الفنان احمد زكي، السينما المصريه والعربيه خسرت كتير قوي قوي قوي. ادواره كانت ادوار مهمه لحد دلوقتي، اغلبنا فاكر تقريبا كل مشاهد وافلام احمد زكي، حتى الاغنيات اللذيذه اللي كان بيقوم بيها في الافلام فاكرينها. كلميني بس الاول، خسرت ايه السينما المصريه برحيل الفنان احمد زكي؟ هو في الحقيقه خلينا نقول ان السينما المصريه ما فقدتش نجم زي احمد زكي، لا هي فقدت مشروع فني متكامل. يعني احنا بنتكلم عن احمد زكي ما نعرفش هو يعني عايش بالتمثيل ولا التمثيل اللي كان عايش فيه. احمد زكي كان كمان بيخلي الادوار المهمشه والبسيطه هو لعب فيها دور كبير جدا جدا. فكان بيدخل جوه الشخصيه وكان بيشوف الشخصيات من جوه عامله ازاي، ما كانش اداء سطحي يعني. كمان هو حول يعتبر التمثيل او الفن يعني من سكريبت مكتوب لحاله يعني فنيه متكامله. فده كان يعني رحيله اثر بشكل كبير جدا في السينما المصريه، وبالتالي فنان زي كده صعب تكراره مره ثانيه. هل طبيعه تربيته وحياته الشخصيه او الطبيعه اللي هو اتربى بيها كانت مأثره في شخصيته الفنيه؟ طبعا يعني احمد زكي كانت شخصيه في الادوار اللي اختارها كمان اكيد بالظبط. هو من بيئه بسيطه جدا وكانت صعبه نسبيا. يعني هو كان من مواليد الزقازيق، مدينه الشرقيه. تاني حاجة كمان هو كان بسيط جدا جدا وحياته بسيطة جدا. يعني كان في المدرسة الصناعية، بعد كده راح المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته ما شاء الله. بالظبط. كان ليه قصص هو في موضوع المعهد. هو كان في يعني معهد الفنون المسرحية بيقول أول ما راح القاهرة قال أنا جيت يا القاهرة أنا هبقى البطل. أيوه صحيح. أيوه. وكان كمان هو يعني عمل مسرحية هلو شلبي كان وهو طالب في المعهد. كمان حاجة هو في الأدوار يعني هو مثل أو جسد شخصيات قوي اللي هي المهمشين والفقراء والبسطاء بقدر كبير قوي. هو كان عايش جواهم يعني. الناس صدقوه بشكل كبير جدا بدون مجهود، علشان هو كان يعتبر منهم أو بيئته هي اللي أثرت فيه. فكان يعني خلى طبيعة الشخصية فيها هي اللي تبان قوي يعني. عايزه اروح للمسرحيات لان هو عددهم قليل قوي. يمكن المسرحيات اللي قام بيها الفنان احمد زكي اللي معلم قوي معانا طبعا غير هلو شلبي، العيال كبرت ومدرسه المشاغبين. دول اكتر حاجه. متهيألي مفيش مسرح تاني، هم مسرحتين كمان بيتهيألي عدد 5 مسرحيات غالبا يعني. لكن تجربتين على الرغم انه ما كانش البطل خالص خالص يعني، الا ان ظهوره كان مميز طبعا. يعني هو المسرح يعتبر هو كان تنوع مهم جدا جدا في حياه احمد زكي. لان المسرح هو انت بتمثل لايف قدام جمهور. فده كان بيعلم الانضباط والالتزام وبيخلي طبيعه التمثيل بتاعته ازاي بيقدر يتحكم في ادواته كممثل. فالمسرح اضاف ليه كتير، وكان التنوع ده مهم جدا. يعني من المفروض ان الفنانين او حاجه التنوع ده ما هوش رفاهيه اكتر ما هو بيبقى تكرار لشخصيات بيقدمها وبيحاول ان هو يبدع فيها. يمكن احمد زكي كان ليه منظور مختلف في السينما المصريه، وانا كنت شفت لقاء لابنه الراحل طبعا هيثم، انه
كان لما بيجيله سكريبت خلاص او سيناريو وهو وافق عليه بيعيش الدور طبعا. يعني يقال انه وقت تمثيل فيلم البيه البواب هو كان عايش في الحياه، في الحالة دي، في الحاله انه هو بواب فعلا، وان هو كان جاي من البلد وهكذا وبيتكلم بنفس الطريقه. قد ايه بتشوفي انه لما يبقى في فنان بالصفات دي بالحالات دي ان هو يقدر يتلون في الحياه، وبعدين بيأثر على فكرة على حياته الشخصية طبعا. وده اللي كتير من المقربين كانوا بيقولوا انه الادوار اللي عملها اثرت عليه. هو ما كانش بياخد التمثيل كمجرد سطحي من بره، يعني الشخصيه ما كانتش سطحيه ليه، كان بيعيش تفاصيلها من جوه. يعني علشان كده اتصدق بدون مجهود. يعني الجمهور كان دايما بيقول على، يعني اول ما بيشوف دور ليه او حاجه ليه كان بيصدقها من غير ما يبذل مجهود اكتر احمد زكي. فانا كنت شايفه ان هو كادوار يعني نشأته زي ما قلنا والحاجات دي اثرت في شخصيته جدا جدا، فخلت الادوار اللي هو بيعملها يعني خلينا نقول ايه، ان هي محاكاه للواقع اللي بيعيش فيه او مرايه للجمهور. برضو من الافلام، يمكن احنا بنروح نرجع الافلام حديثه وقديمه، لكن من الافلام برضو اللي اتقال كتير انه عاش الحاله دي وللاسف اتوفى بحاله شبيهه هو فيلم حليم. وسبحان الله توفى برضه في شهر مارس. صح. مع يعني في نفس ذكرى رحيل الفنان. طيب خلينا نشوف مشهد من فيلم حليم ونرجع مره تانية. أيها السيدات والسادة، لقد علمنا أن النجم الكبير عبد الحليم حافظ قد سقط مغشيا عليه في كواليس المسرح، ومن المعروف أن الفنان عبد الحليم حافظ المشاهد دي والحاله اللي عاشها الفنان احمد زكي حتى في اوقات تمثيل فيلم حليم، زي ما كنت بقول لك كتير جدا مقرب بيكون انه اقرب جدا لحقيقه احمد زكي في الفتره دي. فعلا هو فعلا كان مريض، يعني حصل بمرض شبيه غالبا يعني بالظبط في الفتره دي. وهو مثل الفيلم ومات بعدها يعني في نفس الشهر، في نفس الشهر وتقريبا كان ما كملش بعض المشاهد كمان في الفيلم فعلا. هو احمد زكي زي ما بنقول هو كسر قاعده يعني دخول التمثيل دايما بيعتمد على الحاله الشكليه للفنان. هو كسر القاعده دي. يعني احمد زكي كان دخل بالاداء وبالموهبه وبالفطره زي ما اللي هو مش الجان المتعارف عليه، اللي هو النجم حسين فهمي. يعني مش اللي هو الشعر الاصفر لا، ده هو مختلف تماما لدرجه انه هو برضو كان في مقال، بس مقال اجنبي حتى كان مكتوب عنه، انه خلق نوع تاني من الجينات بالظبط عند المخرجين، انه لا الاسمر اللي شكله زي الشعب عادي بالظبط اللي الشعب صدقه. يعني الشعب ده دخل قلب كل حد كان بيشوفه، كان بيحس ان هو جزء منه. يعني مثلا فيلم النمر الاسود طبعا بتهيألي 3/4 الناس في مصر سافروا بسبب الحكايه دي. صح. فكان هو الجمهور شايفه ان هو ده احنا، يعني ده مثلا حد ممكن يشوف ان هو قريب اخ، فكان شبه الجمهور المصري. الافلام اللي هي تعتبر ديكيو دراما او بتحقق او بتمثل شخصيه حقيقيه زي مثلا انور السادات وجمال عبد الناصر، طبعا قد ايه قدر يعمل الاثنين، والاثنين كل فيلم تشوفيه منفصل تقولي لا ده هو عايش جمال عبد الناصر او هو عايش انور السادات، وبكل تفاصيلهم وكل لازماتهم. دي حاجه صعبه جدا. يعني احنا كده ممكن نقول اساسا ان هو كده وصل لقمه النضج الفني في موضوع تجسيد الشخصيات. صح. يعني انور السادات هو ما كانش بيمثل، يعني اللي يشوف شخصيه احمد زكي في الفيلم هو بيقول ما كانش بيمثل، هو بلازماته بحركاته بكل حاجه، حتى يعني تون الصوت انا مش عارفه جايبه ازاي، البادي لانجوج بتاعته، نبره الصوت ده كله، يعني انت ما تعرفيش هو ازاي نقل مش الشكل بس، لا ازاي نقل الروح. صح. يعني ازاي جاب الروح في قلب المشاهد وكده خليتي تحسي ان ده السادات. يعني في ناس كانوا مفكرين يعني الفتره ان هو ده السادات ولا لا لما بيطلع. صح.
فلا هو تجسيده للشخصيات كان من خلينا نقول من نابع حقيقي عندي. فيلم جمال عبد الناصر برضو من الافلام المهمه جدا طبعا. وشخصيه جمال عبد الناصر ما فيهاش تفاصيل لازمات زي السادات بس صعبه جدا، وبالتالي انه اتعرضت على فكره على ناس كتير ورفضت. نشوف طب جزء من فيلم السادات ونرجع ورا تاني. جمال راح وسابني رجليا متكتفه على شريط السكه الحديد، ولو ما بعدتش عن الله لقد فقد العدو المتغطرس توازنه، واستعادت هذه الامه شرفها بعد ان اصبح لهذا الوطن درع وسيف. والله اللي بيشوف الفيلم ده فعلا ممكن لو مش عارف شكل السادات يفتكروا السادات. متهيألي الجيل الجديد هو لو المرجعيه هو الفيلم ده. من الافلام برضو المهمه قوي زي كنت بتقولي لي قبل الهوا فيلم كابوريا، على فكره من الافلام المهمه والصعبه برضو طبعا. خد تكريم في مهرجان القاهره السينمائي للفيلم ده. وكمان يعني في افلام هو يعني من ضمن افضل 100 فيلم في السينما المصريه اختار 6 افلام للفنان احمد زكي ان هو يتحط في من ضمن قائمه افضل 100 فيلم في السينما المصريه. ده رقم كبير جدا يعني. طبعا كبير جدا يعني، كبير لفنان واحد انه يبقى ليه 6 افلام ضمن افضل 100 فيلم. يعني دي حاجه كبيره جدا جدا. يعني دايما بنقول ان تكريم الفنان ده بيبقى حاجه مهمه جدا جدا في حياته وفي وفاته، بس طبعا في حياته بتبقى نسبه كبيره طبعا علشان يحس بان هو عمل حاجه، يعني القيمه اللي عملها في الفن واعماله تكون اتشافت ويكون حس باللي عمله. بمناسبه ان انت كنت بتقولي ان النمر الاسود اثر في شباب كتير وقتها وهم بسببه سافروا على فكره عشان يعيشوا نفس الحاله. فيلم مستر كاراتيه من الافلام المهمه قوي، لانه برضو اثر في جيل كبير قوي بنفس اللعبه بنفس الاداء يعني كان بينقل صوره وفي نفس الوقت بيشجع شباب. بالظبط. يعني احنا قلنا ان احمد زكي هو مرآة حقيقية للواقع اللي الشباب كان بيشوف نفسه فيه. كمان هو علشان كان من بيئة يعتبر زي اللي كان موجود من ضمن الشباب المصري الكثير، فهم كانوا بيصدقوه، يعني هم كانوا بيشوفوا نفسهم فيه. فعلشان كده هو اثر في جيل كبير قوي، ورحيله يعني ساب فراغ كبير بتهيألي صعب انه يتكرر شخصيه زي احمد زكي. طيب انا عايزه ارجع تاني للمسرح، لانه على قد ما ان مسيرته مش كبيره خالص في المسرح على قد ما هو مؤثر. فخلينا نشوف جزء من العيال كبرت نفتكر مع مشاهدينا، لان دي بقى مسرحيات العيد يعني فكره من الحاجات اللي هي ثابته معانا في العيد هو طبعا العيال كبرت ومدرسه المشاغبين. نشوف العيال كبرت ونرجع مره تانيه. بابا حلاوتك يا بابا، في ابني بيقول لابوه حلاوتك، ده انت امك عمرها ما قالت لي حلاوتك دي يا واد. انا اسف في التعبير، انا قصدي اقول لك يا عظمتك يا بابا. اللي بعده اصل بصراحه بقى انا كنت جاي اتكلم مع سيادتك في الموضوع ده. غريبه، هو مفيش حاجه بتستخبى في البلد دي ابدا؟ انت مش معارض؟ وانا عارض ليه؟ البنت من عيله ومتربيه بسم الله ما شاء الله. او يا بابا والله العظيم انا ما اتجرأتش وفتحت سيادتك في الموضوع ده الا بعد ما درست اخلاقها كويس جدا. درست اخلاقها؟ ازاي ولا تدرس اخلاقها؟ ده ابوها رجعي جدا ومتزمت جدا. ابوها؟ تلخبطني ليه بقى؟ ليه؟ لان انا يا بابا ما اعرفش ابوها. انا اعرفها هي. تعرفها هي؟ طبعا. عرفتها امتى وفين يا ولد؟ ما انا اصلي بذاكر للاولاد. اولاد مين؟ اولادها. كان بسيط جدا في المسرحيات. تفتكري ليه احمد زكي ما كملش في المسرح وركز جدا في السينما؟ بصي، هو احمد زكي عمل تنوع كبير جدا في اعماله، يعني هو تنوع ما بين المسرح والسينما والدراما. فممكن نقول ان المسرح برغم قله الاعمال اللي هو عمله بس هو اضاف لي ان هو بالقدر الكبير من الالتزام والاداء وازاي يبقى متمكن من ادواته كممثل. ده ممكن ما كانش يحصل عليه في السينما او في الدراما غير بالمسرح، لان هو بيبقى لايف قدام الجمهور. وكمان الاعمال الدراميه والسينمائيه كانت واخده حيز كبير جدا. من الاعمال الدراميه المهمه جدا 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 واللطيفه هو وهي. طبعا على فكره لحد دلوقتي برضه لما بتتعرض لازم نتفرج عليها، وبتنشر بهجه بطريقه رهيبه. لا وعمل ادوار كتير قوي، يعني كل الشخصيات عملها تقريبا في هو وهي.
بتهيألي فعلا. يعني هو في مسلسل هو وهي كان هم اساسا، خلينا نقول ان الكيمستري بينهم كانت عاليه جدا طبعا. جدا. فكان شايفين ان، وكمان على فكره على الرغم من فرق السن وقتها كبير غير كده كمان ان احمد زكي خلال يعني ان هو بيحافظ ازاي على طول المسافه الزمنيه اللي في الدراما، نفس الاداء بتاعه هو في الدراما زي السينما. يعني السينما ممكن يكون الفيلم تصوير مدته قليل، بس في المسلسل بيبقى بياخد مساحه زمنيه طويله، ومع ذلك هو حافظ كويس جدا على المساحه دي وعلى يعني على ادواته كممثل بطول المده دي في المسلسل. برضو تجاربه الدراميه او مسلسلات ما كانتش كتير على زي السينما يعني. او ما كانتش بالعدد اللي هو نبقى فاكرين منه عدد كبير يعني. هي الفنان عموما يعني لازم ان هو بيكون متنوع، بس ممكن يكون تركيزه الاكبر في السينما او القدر الاكبر، تقريبا 193 فيلم او حاجه زي كده في مسيره احمد زكي. فاحنا بنتكلم على اعمال زي مسرح ودراما وسينما، اعتقد ان هو جمع ما بين الثلاثه، مفيش حاجه قلت. يعني احنا مسرح بنقول احمد زكي فيه اسطوره، سينما دراما اكيد. فاعتقد ان التنوع ده كان كويس، وما كانش شرط خالص ان هو يبقى في سينما بس يعني. وانا بتكلم معاكي جه في قدامي مشهد من 3 مهمة رسمية والله كان بيتعامل مع الحيوانات يا جماعه كانه مدربهم حقيقي يعني، وكانهم صحابه يعني. انا مش عارفه ازاي اعمل كده. معرفش، بس هو فنان يعني ممكن نقول عليه ايه، ده ما كانش بيضحك يعني، هو كان في فيس كده جد واحنا اللي بنضحك بالظبط. يعني هو ده يعني ده بالذات يعني خلينا نقول ايه، ان احمد زكي فنان مختلف عن جيله. يعني ازاي بيقدر يعيش جوه الشخصيه وبيشوف، يعني هو كمان ملتزم جدا جدا في ادواره. يعني حتى كان اللي حواليه كان بيقول الانضباط، يعني كل فنان كبير دايما كان بيتكلم على الانضباط، وده كان من سر نجاح احمد زكي، من سر نجاح اول ما السكريبت كان بيجيله كان ازاي ان هو بيعيش فيه. يعني انا الشخصيه دي مش شخصيه انا همثلها، لا ده انا. ايوه. فعلشان كده بيوصل للجمهور بشكل سريع. انتي قلتي انه مهم جدا الفنان يتكرم وهو عايش. طبعا تكريمه بعد الوفاه دي حاجه عظيمه، لكن وهو عايش بتفرق جدا جدا مع الفنان، بتفرق في مسيرته، بتفرق في عطائه، بتفرق في انه هو هيكمل عشان هو حاسس ان في تقدير للي هو عمله. اكيد. تكريم الفنان في حياته بيخلي يشوف قد ايه، خلينا نقول ثمره اعماله بقت واضحه. لكن لو هو اتكرم في وفاته، دي طبعا حاجه كويسه جدا جدا، بس عدم رؤيته للموضوع بيخليه بيحس ان هو مفيش تواصل ما بينه وما بين الجمهور بتاعه اللي قدم له كل الحاجات دي. فاعتقد ان يعني مهم جدا جدا ان يتم تكريم الفنان في حياته، يعني دي اهم حاجه. واعتقد دلوقتي كمان ان القائمين على تكريم الفنان دلوقتي بقى موجود ان هو في حياته. احنا بنسمع نماذج كتير انها بتتكرم دلوقتي في وقت التفتنا للموضوع ده بالظبط. الحقيقه بشكرك جدا 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 منار اشرف، صحفيه في جريده الفجر، نورتينا، وان شاء الله تكوني موجوده معانا في فقرات تانية نتكلم عن فنانين برضو عظماء تاني، ويعني نتعرف اكتر على مسيرتهم الفنيه وحياتهم الشخصيه كمان. بشكرك جدا جدا، نورتينا ويومك كده كمل بكل السعاده. تاني بنقول للمشاهدين انه يتوخوا الحذر شويه في الخروج، لو حضراتكم مفيش اي حاجه مهمه او عمل مهم مضطرين تخرجوا له، بلاش نخرج، بلاش نعرض اولادنا للجو اللي بره البيوت، تقلبات الجو زي ما شفنا التحذيرات الخاصه من الهيئات والمؤسسات المعنيه وهيئه الارصاد الجويه، انه بلاش الركنه تحت الاعمده وتحت اللوحات الاعلاميه، او كمان توخي الحذر في وقت الرعد، انه حضراتكم ما تبقوش واقفين في البلكونه معاكم الموبايل او اجهزه اللابتوب، لانه بيبقى ليها علاقه بس باشارات الكهرومغناطيسيه وممكن تحصل بعض الحوادث. نركز كويس جدا جدا في التعليمات اللي تتقال لنا عشان نساعد حتى الهيئات والمؤسسات المعنيه في ان هم يلحقوا اي مشكله ممكن تحصل. يا رب دايما كده الامطار تبقى امطار خير وبركه على مصر وعلى العالم كله جميعا، ودعواتكم دايما الايام دي بتبقى ان شاء الله مستجابه. شكرا ليكم، حلقه كانت مختلفه وفيها يعني تنوع فني كبير. بكره يوم جديد ونهار جديد.